السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا وحبايبنا، يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا. النهاردة يا أخوانا هنتكلم عن الحلاليف وارتباط كلمة الحلاليف بالثقافة المصرية أو أهلنا في مصر. طبعا الحلوف حضراتكم يعني هو نفس الخنزير، يعني حلوف. يمكن في اختلافات في المواصفات، لكن في النهاية الفصيلة واحدة، حلوف والخنزير. والحلاليف جمع، يعني جمع حلوف. ارتبطت ثقافة المصريين بأن لما بنسمع كلمة حلوف أو بالمجموعة حلاليف، اللي على الناس اللي يعني تبقى باردة ما بتحسش، الناس اللي ما عندهاش دم، على اعتبار ان الحلوف جلده تخين ودميم وقذر. يعني اي انسان ما بيحسش او بتبقى تصرفاته فيها بشاعة، فيها ازعاج للناس، فيها زي ما بتقولوا ما عندوش دم، بيطلق عليه حلوف. واستخدمت حتى في السينما، استخدمت الكلمة دي. يعني في فيلم هاني رمزي الصعيدي رايح جاي، لما الراجل قاعد ياكل بشكل غريب كده وفضل يبص له بشكل على السفرة، ووالدة هاني رمزي بتبص له بشكل، لما كان طالع بسوق العربية بتاعت التلفزيون بياكل بطريقة غريبة، بتقول له ايه رأيك؟ وهو مركز معاها بيقول لا ده حلوف. يعني يحس ان هو تصرفاته مزعجة، تصرفاته غريبة، ما عندوش دم، قليل ذوق. فده ارتباطها في الثقافة المصرية. يعني لما تقول له ده فلان ده حلوف، اي ان هو ما عندوش دم. يعني ممكن مثلا تبقى انت مثلا مش وقت الزيارة ويجي لك حد يزورك ويشرب القهوة ويشرب الشاي ويظل قاعد قاعد قاعد، وانت في حين انك انت عايز تنام وهو مش حاسس، ده برضه يعتبر ممكن بينك وبين نفسك تقول ده ما بيحسش، ده حلوف، جلده تخين. يعني نسبة لعدم الإحساس، عدم إحساسك بأنك أنت تكون مصدر إزعاج للناس ومعتبر إن ده حقك، عدم إحساسك بأنك أنت ممكن تكون حتى في منصب مفروض عمله يكون راحة الناس، لا بالعكس، ده بيكون عمل على إرهاقهم وعلى إزعاجهم وتنغيص حياتهم. يعني زي مع، يعني ممكن مثلا حتى الحلوف ده ممكن يكون في مناصب كتيرة. يعني ممكن يكون كاتب ما بيحترمش قلمه، ده ما بيحسش وبيكتب كلام غير حقيقي. يكون إعلامي، المفروض إن هو برضه ممكن يكون حلوف، لأنه بيطلع بيزعج الناس وبيكتب على الناس. فكلمة حلوف مرتبطة بالثقافة المصرية على أساس البني آدم اللي ما بيحسش، البني آدم اللي ما عندوش دم. كلمة حليف جامع، يعني الحلوف مفرد والحلاليف جامع. الناس اللي ما بتحسش وبتزعج الناس وبتصير سبب في إزعاج وتمغيص حياة الناس تعد حلاليف. بيرتبط اسمها حلاليف، يعني الناس اللي جلدها تخين، الناس اللي ببساطة كده ما عندهاش دم. تحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.